الامبريولوجي الهدف منه في كليه طب اسنان ان انا اشوف 6 حاجات اتعملت ازاي. 6 حاجات. الحاجه الاولى نيورال كريست سيلز الذي سوف تعطي اندفرنشيتد ميزنكايمال سيلز. شيء بديهي ان دكتور السنان عارف قوي قيمه الاندفرنشيتد ميزنكايمال سيلز. يا حضرتك يا دوبك بس اللي جابت الاودونتوبلاست والسيبنتوبلاست والفايبروبلاست والاوستيوبلاست، يعني اللي عملت الدنتين والسيمنتم والبالب والبريدونتال، عملت السنه كلها باللي حواليها ما عدا الانامل. كل دول جايين من الاندفرنشيتد ميزنكايمال سيلز او اللي اصلها كانت خليه اسمها نيورال كريست سيلز. اذا هذا هو الهدف الاول من الامبريولوجي. جت منين انت؟ يا نيورال كريست سيلز. ايه حكايه نيورال وايه حكايه كريست؟ وانت اصلا كونكتيف تيشو سيل ولا ابيثيليوم ولا اكتوتيب ميزنكايم ولا ايه القصه دي؟ كان هذا هو الهدف الاول. الهدف الثاني ان انا اشوف اللبس والتشيك، البق من بره بيجي ازاي، بيتصنع ازاي، عشان لما يجي لي عيان في العياده عنده كليفت في الليب او كليفت في اللور ليب او كليفت في البلد او في التانج او في اي حاجه من دول، الليب والتشيك دول بيتعملوا تحت عنوان عندنا في المنهج اسمه فيس ديفلوبمنت. يبقى واحد نيورال كريست سيلز تحت عنوان اسمه ديفلوبمنت اوف نيرفس تيشو. بص كده في الكتاب وشوف ديفلوبمنت اوف نيرفس تيشو فين، هتلاقيها في اول كام صفحه كده. ديفلوبمنت اوف نيرفس تيشو ده الهدف منه دراسه كيف جاءت الاندفرنشيتد ميزنكايمال سيلز. ديفلوبمنت اوف فيس او فيس ديفلوبمنت هدفه اللبس والتشيك جم ازاي. خش جوه البق بقى. تانج دي نمره 3، ده عنوان مباشر اسمه تانج ديفلوبمنت. بالات ده عنوان مباشر اسمه بالات ديفلوبمنت. ادي كده 4 حاجات. ماندبل وماكزيلا، ادي 6 حاجات. في حاجتين بس بيتقالوا في شباترهم. السليفري جلاند بيتقال كلمه سريعه عنها في الشابتر ده، بس في شابتر السليفري جلاند ان شاء الله في الترم الثاني هتدرسوا مع شابتر السليفري كيف جاءت السليفري جلاند. وحاجه ثانيه بقى اتعمل لها شابتر لوحدها اسمها توث ديفلوبمنت. وعشان كده يا دكاتره بنلاقي شابتر الامبريولوجي اللي هو كيف جاء الاورال كافيتي وما حوله هو شابتر رقم 1. ثم نتخصص بعد كده كيف جاءت السنه تحديدا. فاحنا كدكاتره سنان عايزين نعرف كيف جاء الاتي: نيورال كريست سيلز او اندفرنشيتد ميزنكايمال سيلز، وفيس لبس وتشيك، وتانج وبالت وماكزيلا وماندبل. دول في الشابتر بتاع النهارده ان شاء الله او بتاع الفيديو ده. اما ساليفري جلاند وتوث ديفلوبمنت دول في شابتر. علشان ندرس بقى الامبريولوجي صح بنيجي في اول 8 صفح من الكتاب او اول 7 8 صفح بنديك عنوان كده اسمه ايرلي ديفلوبمنت. الناس بتقرا الكلمه دي بتفتكر ان دول يعني قصده اول كام يوم في الحمل. لا، ايرلي ديفلوبمنت يعني فتره الحمل ال9 شهور كلها. اذا اول 8 صفح دول يا دكاتره هي عباره عن ملخص لماده اسمها امبريولوجي. بياخدوها الناس بتوع طب باشا، بياخدوها في ترم ولا سنه كامله. امبريولوجي بيختصر لك كده الموضوع ببساطه. احنا اتفقنا ان معلش الفيديوهات دي فيها مش الشرح التفصيلي لكل حاجه، هي فيها الحاجات اللي محتاجه تخيلات اكتر، لكن الحاجات اللي هي بتتفهم كده لوحدها ما فيهاش مشكله. يعني مثلا في اول صفحه خالص يقول لك ان مراحل الجنين هي 3: period of ovum دي مرحله، 2 embryonic period اللي هي فيها كل الشغل، 3 fetal period اللي هي الاخيره خالص. البيريود اوف اوفم دي صفحه، والفيتال بيريود دي 3 سطور 5 سطور، والباقي كله بقى امبريونيك بيريود. طب نمسك اول بيريود اللي هي البيريود اوف اوفم. ده كلام مش محتاج يعني موديلز كتيره. ان بيجي سبيرم مع اوفم، سبيرم من الميل مع اوفم من الفيميل، يحصل لهم فيرتلايزيشن، بعد كده يتكون كائن وحيد الخليه اسمه زايجوت. مش محتاج موديل. سبيرم فيه 23 كروموزوم واوفم فيها 23 كروموزوم، يلتحموا يعملوا زايجوت فيه 46 كروموزوم. هذا الزايجوت ممكن برضه نبقى ننزل للشباب فيديو كده بيلخص الكلام ده برضه الى حد ما. هذا الزايجوت وحيد الخليه يبدا يحصل فيه سيريال ديفيجنز، ديفيجن ورا ديفيجن ورا ديفيجن، فيعمل سوليد ماس زي دي كده. السوليد ماس دي مش خليه واحده، دي الاف الخلايا. اسمها ايه السوليد ماس دي؟ اسمها موريولا، وهتلاقيها مرسومه عندكم في الكتاب. الموريولا هي عباره عن سوليد ماس، يعني لو قطعت الموريولا دي كده اهو هلاقيها من جوه سوليد مليانه خلايا. لكن سيبنا الموريولا لوحدها، فضلت تمشي زي الرسمه اللي في الكتاب برضو من الفالوبيان تيوب، وهي طالعه من جوه الفالوبيان تيوب، وفضلت ماشيه طول ما هي ماشيه عماله تعمل ديفيجن.
وهي ماشيه بتعمل ديفيجن اتضح ان في حاجه بتحصل جوه واحنا مش واخدين بالنا، بس مش هتبان الا لو الموريولا دي قسمناها نصين. انا متوقع ان لما اقسم الموريولا الاقيها بدات تبقى جوه سوليد. حصل حاجه غريبه وبرده مرسومه في الكتاب، ان في يوم من الايام بدات الموريولا تبقى من جوه كافيتيتد، فيها كافيتي. هذا الكافيتي اسمه بلاستوسيل. البلاستوسيل هو الكافيتي ده، كأن دي كانت كوره مصمطه بقت كافيتيتد وفيها فلويد. بس مش ملاحظين الكوره اللي فوق دي، البقليله دي اسمها امبريونيك سيل ماس او امبريو بلاست. فاكرين اميلو بلاست واودونتو بلاست وسيمنتو بلاست؟ الكتله دي يا دكاتره اللي جوه دي اللي هتلاقيها مكتوب عندها ان في حاجه اسمها اكسنتريك سيل كوندنسيشن، تكدس مش في المركز، اكسنتريك. هذا التكدس اسمه امبريو بلاست. قلنا يعني ايه اميلو بلاست، اودونتو بلاست، سيمنتو بلاست؟ نقط بلاست، كلمه بلاست يعني المخلقه، سيمنتو بلاست المخلقه للسيمنتو، اودونتو بلاست المخلقه للديتين، اميلو بلاست المخلقه للانامل، امبريو بلاست المخلقه للامبريو اللي هو مين؟ الجنين. يعني انت قصدك ان دي الكتله دي هتعمل الجنين كله؟ طب واللي بره دي والميه دي والحاجات دي كلها دي هتبقى اغشيه بقى حوالين الجنين. الشاهد ان دي هنحتاجها بعد شويه. تعالى بس نقول شويه مسميات عشان نقلب البيريد اوف اوفم. هي خلصت كده خلاص. سبيرم زائد اوفم يساوي زيجوت، الزيجوت يتضاعف يعمل موريولا، الموريولا سوليد، السوليد تبدا يبقى فيها كافيتي اسمه بلاستوسيل. في اخره في جنب البلاستوسيل ده في سيل ماس اسمها انر سيل ماس. انا قلت امبريونيك سيل ماس، انا اسف، اسمها انر سيل ماس او امبريو بلاست. وكمان الكتله كلها على بعضها لو قفلتها كده ورجعتها لمكانها اسمها بلاستو سيست. في فرق بين بلاستوسيل وسيست. السيست هي اللي انا ماسكها دي كلها على بعضها، كل دي اسمها بلاستو سيست. افتح السيست تلاقي جواها اوضه اسمها سيل، بلاستوسيل، ودي امبريو بلاست او انر سيل ماس. واخر حاجه الكافيتي الخارجي ده او الجدار الخارجي للبلاستوسيل ده، الكوره من بره اسمها تروفو بلاست. تروفو بلاست. شويه مسميات محتاج تتخيلها بس مش اكتر، وهي مرسومه عندكم. كانت هذه هي البيريود. كل ده كله على بعضه كده يجري 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 من الفالوبيان تيوب ويقوم داخل جوه اليوتيرس ويحصل له امبلانتيشن في الوول اوف ذا يوتيرس، وده بيحصل في اليوم السادس او السابع. وكده في اول اسبوع خلصنا بيريود اسمها بيريود اوف اوفر. تقلب الصفحه تلاقي امبريونيك بيريود، دي بتبدا من بدايه الاسبوع الثاني لان احنا خلصنا اسبوع الى نهايه الشهر الثاني، يعني بتاخد شهرين الا اسبوع، من بدايه الاسبوع الثاني لنهايه الشهر الثاني. دي اخطر مرحله. دي من الاخر يا جماعه الجنين بيتحول فيها من كوره ملهاش معالم الى جنين عنده راس ووش وبق وايدين ورجلين وقلب بيدق وعضلات بتضرب. ايه ده؟ كل ده وانا في الشهر الثاني؟ بس بتبقى قد كده، تبقى جنين صغنون خالص. امال من الشهر الثالث بقى وانت طالع بيحصل حاجه اسمها تميز كده لاشكالك، عينيك تبان وتتفتح ودانك تبدا تطرطق وبعدين مناخيرك تبقى باينه وصوابعك تتفرع عن بعضها وعضلاتك تنقبض وتتحرك وجسمك يكبر. كل الكلام ده في حاجه اسمها فيتال بيريود. مرحله بقى ايه؟ الجنين اللي هيتولد خلاص. دي بتقعد لها شهور كتير. عشان كده بنقول للامهات الحوامل تاني اسبوع من الحمل لحد الشهر الثاني ما يخلص وتخش في الثالث او يا سلام لو الرابع اللي بنسميه السكند ترايمستر. المرحله الفيرست ترايمستر دي الغلطه باورجن. انت ايديك بتتكون، رجليك بتتكون، فلو خدت دواء لا قدر الله وحش مفيش دراع. مش يطلع الدراع عامل كده، لا مفيش دراع اصلا، مفيش صوابع، مفيش عينين، مفيش ودان. في اول ترايمستر اول ما تعدي الشهر الثالث يبقى ممكن لو حصل لا قدر الله حاجه بتحصل، بس بتكون مشكلتها ان الجزء موجود، الاورجن موجود بس ما بيكبرش، ما بيتميزش، الصوابع ما تفرقش عن بعضها او الضوافر ما تتكونش او صباعين يلحموا في بعض او صباع يبقى قصير شويه، لكن في حاجه حصلت. نخش بقى في الامبريونيك بيريود ونشوف على طول كده اهو حاجه جديده حصلت. انا هعمل ايه دلوقتي بس عايزكم تركزوا معايا كويس. مين دي يا ولاد ويا بنات؟
لا مش بلاستوسير ولا بلاستوسيست ولا تروفوبلاست ولا ايوه، اسمها امبريوبلاست او انر سيل ماس. شايف دي اهي، هي دي ان شاء الله انا طلعتها. اللي انا رميته ده البلاستوسيست، ما علينا. اللي معايا دلوقتي دي الامبريوبلاست، حته كانت جوه كده. سوف تصنعي انت الجنين؟ اذا لازم ندرسك كويس جدا. هندرسك كويس جدا ازاي؟ ان احنا نكبر حجمك قوي، فبدل ما هي كده، شوف شوف شوف، غمض عينيك اهي، هي نفسها والله هي بس كبرت شويه. يعني ايه اللي انت ماسكه ده البلاستوسيست ولا ايه؟ لا، دي الامبريوبلاست، كتله الخلايا اللي كانت في اكسنتريك اللي هتعمل الجنين. مالها بقى الكتله دي؟ فتحناها لقيناها هي الاخرى بقت كافيتيت. يبقى اللي انا ماسكها دي الامبريوبلاست او الانر سيل ماس، فتحتها فبقت كده. ده في 2 كافيتيز المره دي، مش كافيتي واحد. الكلام ده هتلاقيه بقى في المرحله الثانيه اللي هي امبريونيك بيريود. للتسهيل او قول للتصعيب، قسمنا الامبريونيك بيريود الى 3 مراحل. المرحله الاولى اسمها بريسومايت، يبقى الثانيه هتبقى ايه؟ سومايت. والثالثه بقى مفاجاه، بوست سومايت. ومين هو السومايت؟ الله اعلم، بس المهم ان هو واضح ان هو شخص ذو حيثيه، يعني ما قبل السومايت، اثناء السومايت، بعد السومايت. مين السومايت؟ مالكش دعوه بيه دلوقتي. ليه؟ لان احنا في الاول مرحله دلوقتي من الامبريونيك بيريود اللي اسمها بري سومايت بيريود، ما قبل السومايت. ما قبل السومايت مالكش دعوه بالسومايت، ما تركز معايا، سيبك من السومايت ده. قبل السومايت هيبقى في ايه؟ الجنين. سوف تنقسم الجنين او بدايات الجنين الى 2 كافيتيز. على فكره انا اسف، في مقدمه كده قبل المرحله بتاعت الامبريونيك بيريود. المقدمه دي مش محتاجه شرح بقى، اقراها كده. بيحصل ايه في المرحله دي؟ بيتكون كذا بيتكون كذا بيتكون كذا، وبيحصل كذا في الجنين. بس نصيحه مني عشان ما تتوهش وتقعد نص ساعه تقرا في سطر واحد اسمه باكو فارنجيال ممبرين، ما تقراهوش دلوقتي. ما تقراهوش دلوقتي، السطرين دول سيبك منهم. المهم والبريسومايت بيريود نفس الكلام، بيتكون فيها الفري جيرم لاير، كلكم حافظينها من سنه اولى، اسمها اكتوديرم، اندوديرم، ميزوديرم. احنا بقى دلوقتي عايزين نكون ال3 طبقات دول. نرجع تاني معلش، انا في انهي مرحله؟ امبريونيك مش اوفر. الامبريونيك تنقسم الى 3 ادوار، انا في البريسومايت. البريسومايت هدفي ان انا اجيب 3 طبقات في الجنين اسمهم اكتو واندو وميزو ديرم. هلاقيهم فين؟ جوه الانر سيل ماس اللي هي كانت في الصفحه اللي فاتت. فين الانر سيل ماس؟ انا ماسكها اهي. شكلها ايه لما قطعت الانر سيل ماس؟ فيها 2 كافيتيز. الكافيتي اللي فوق اسمه امنيوتيك كافيتي، والكافيتي اللي تحت اسمه يوك ساك. امنيوتيك كافيتي، يوك ساك. جميل. انا ملون الحاجات دي علشان بس فرق الايه؟ الكلام. الارضيه بتاعه الامنيوتيك كافيتي، وطبعا هتبقى سقفه كمان بالمره، اللي هو التيشو الاحمر ده. ولا اقول لكم حاجه عشان المودلز اللي جايه تبقى سهله. ده الامنيوتيك كافيتي وده اليوكساك، عشان ما تلخبطوش، انا اسف. ده الامنيوتيك كافيتي وده ايه؟ اليوكساك. ده الامنيوتيك كافيتي. الارضيه بتاعه الامنيوتيك كافيتي وسقفه اللي هو الاخضر ده اسمه في الجنين ان شاء الله اكتوديرم. اما اليوكساك اللي تحت فسقفه، واكيد ارضيته كمان، سقفه اسمه اندوديرم. ثانيه واحده بقى بالراحه. يعني انت قصدك تقول ان كل الاخضر اكتوديرم؟ ايوه. وكل الاحمر اندوديرم؟ نعم. امال فين الميزوديرم؟ لسه ما جاش. طب ده انا كنت فاكر ان الطبقات دي عباره عن طبقات كده زي الفطير كده، اكتو واندو وميزو. هو فعلا كده. عشان اقول لكم حاجه بس ما تزعلوش، فاكر لما مسكنا الموديل ده وقلنا ان دي انر سيل ماس، الموديل بتاع البلاستوسيست، والانر سيل ماس مسكناها كبرناها طلعت دي، وبعدين فتحناها جوه لقيناها كده اهو. انا هعمل نفس الحركه تاني. يا ترى الجنين اللي احنا عاملين نجري وراه ده سوف يتكون من ان الحاجات دي؟ تخيل هيتكون من الحته دي بس، اللي انا بقطعها دي، الحته دي بس اللي بتتكون من ايه؟ الحته دي اكتوديرم واندوديرم. طب والباقي اللي فوق بقى واليوكساك والامنيوتيك كافيتي والحاجات دي كلها هتكون اغشيه حوالين الجنين.
والجنين هيتعمل كله من الثلاث طبقات اللي لم يتكون منهم حتى الان الا اثنين، اكتوديرم اخضر واندوديرم احمر.